السلام عليكم. اهلا بكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه كده، ايه هنقول الجمال بيجيب من الاخر، واحنا جبنا كل الجمال. يلا بينا يا حبايب قلبي، نسمي بالرحمن ونصلي على الرسول ونبدا النهارده نعرف مكونات الوصفه بتاعتي. هيبقى معايا كورن فليكس مجروش، ومعايا صدر فرخه، كوبايه من الفيجيتار، معايا كوبايه من اللبن او الحليب اللي هو الحليب، معايا بيضايه، طبعا الملح بتاعي حسب الرغبه، ومعايا ميكس من الجبن. ممكن تحطي اي نوع جبنه عندك، جبنه صوابع، اي نوع جبنه انت بتحبيها تضيفيها. معايا طبعا توريتوس، جايبه كيس توريتوس سبايسي كده، عايزه اعمل كام واحده برضو من الكفر، اغير نوع الكفر بتاعي. ومعايا طبعا الدقيق. البهارات بتاعتي هيبقى معايا من نص معلقه من كل نوع، ما عدا الدجاج الفوريه هيبقى معايا معلقه منها كبيره. اما الفلفل الاسمر والبابريكا وبودره البصل وبودره الثوم هحط منهم بس معلقه صغيره، وديت ان هتبقى النهارده كل مكونات الوجبه بتاعتي. فهنبدا مع بعض واحده واحده كده، ايه نسمي بالرحمن ونصلي على الرسول ونبدا. اول خطوه معايا، اول حاجه هبدا اقطع الصدور بتاعتي مكعبات صغيره. نقول بسم الله. قطعت الفراخ بتاعتي كلها مكعبات صغيره بالشكل ده. هاخدها بقى على الكبه بتاعتي علشان افرمها. دلوقتي انا حطيت الفراخ بتاعتي كلها الصدور في قلب الكبه بتاعتي. ما حطيتش عليها اي اضافات تانية، هحط عليها كل البهارات اللي كانت معايا والملح، وهفرمهم كويس مع بعض. ودي كانت صدور الفراخ بتاعتي بالبهارات بالخلطه اللي انا حطيتها، فرمتها ناعم في الكبه بالشكل ده. دلوقتي نبدا في الخطوه اللي بعد كده. اجيب كيس تلاجة وافتحه بالشكل ده. وبعد كده هاخد قطعه من الفراخ اللي انا فرماها بالشكل ده، وابدا افردها. التخانه بتاعتها انت اللي بتتحكمي فيها زي ما انت عايزه. طبعا كيس التلاجة بيسهل عليكي كتير كده بقى، ولا نقعد نفرد في الشرايح ولا ندق فيها ولا اي حاجه. هي ما شاء الله تبقى سهله خالص معانا خالص اهي بالشكل ده. طبعا كيس التلاجة بيسهل عليكي في حاجات كتير. بعد كده هجيب الجبنه بتاعتي واحشيها بيها. بعد كده اقفل بالطريقه دي. وبعد كده اعملها رول بالشكل ده. بتبقى معاكي بالشكل ده. قفليها كويس. شايفه ما شاء الله عامله ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. شايفين ما شاء الله رولات ما شاء الله زي الفل متماسكه. لا نقعد بقى نفرد في صدور الدجاج ولا نرقق فيها ولا اي حاجه، بتبقى كلها ما شاء الله تخانه واحده وشكل واحد بالشكل ده. نحطها بقى في طبق ونعمل كمان واحده مع بعض.
بنفس الطريقة بحطها، بجيب الكيس بتاع التلاجة بفرد احشي الجبنة بتاعتي. عندك جبنة صوابع، جبنة شيدر، جبنة موزاريلا على شيدر، اي نوع جبنة عندك حابة تضيفيها ضيفيها. هلم من الجانب الاول بالشكل ده، وبعد كده هبدأ اعمل الرول بتاعي. شايفه ما شاء الله الرول بتاعي عامل ازاي؟ ما شاء الله. ودي ما شاء الله بعد ما خلصته، شايفين يا حبايب قلبي عامل ازاي؟ رولات ما شاء الله زي الفل، اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين عامل ازاي؟ هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. بعد كده هبدأ اجهز الكفر بتاعي. ابدأ اعمل الكفر الخارجي. انا هيبقى عندي كام واحده كده هعملهم بالتوريتوس، لان ابني بيحبه بالكفر ده. هنعرف مع بعض هنبدأ معاه نعمله ازاي. بس نعمل اول حاجه الكفر اللي هو بالكورن فليكس المجروش. هضيف عليه كوبايه الفيجيتار، هقلبهم كويس مع بعض. وممكن تستغني عن الفيجيتار خالص وتحط بقسماط، وممكن برضو تستغني عن البقسماط وعن الفيجيتار ويبقى عندك الكورن فليكس بس في الكفر. هدوبه هقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده. بعد كده وطبعا الدقيق بتاعي ده شيء اساسي، ده الدقيق بتاعي. دي كوبايه اللبن او الحليب بتاعي. هحط معاه البضايه، هضيف له البيضه بسم الله، سنه فلفل اسمر علشان الزفاره. دوبهم كويس مع بعض بسم الله. هنجهز كمان معانا اللي هو التوريتوس. هنعمل فيه ايه؟ انا عايزه اكتر بس اكسره تكسيره كده ايه، هدقه يعني احطه في كيس من بتاع التلاجة وندقه مع بعض بالشكل ده. وهو ده المطلوب يبقى بالشكل ده تمام. يبقى نبدأ بعد كده بالخطوة اللي بعد كده. اول حاجة هاخد واحدة احطها في الدقيق الاول، احطه في الدقيق تحركه كده كويس، اغلفها كويس من كل الجهات بالشكل ده. وبعد كده احطها في اللبن، اعمل واحدة تانية دقيق بالشكل ده، لبن بعد كده هطلعه من اللبن بسم الله، من اللبن والبيض، واحطه في الفيجيتار. وبايدي الناشفه ابدا اغلفه بالشكل ده. لو انت عايزه الكفر بتاعك يبقى تخانه اكتر من كده هترجعي تحطيه تاني في اللبن وفي الفيجيتار بالشكل ده. طيب ماشي نعمل مع بعض كده. شايفه ما شاء الله اللهم بارك.
شوفي ما شاء الله تبارك الرحمن عامل ازاي. حطه على طبق. واحدة تانية. دي ايدي لايد للبن والبيض، وايد في البقسماط بتاعتي او في الفيجيتار بتاعي بالشكل ده. نعمل بقى التوريتوس. معايا بالشكل ده. وده يا حبايب قلبي بعد ما خلصت كل الكمية بتاعتي. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن الشكل عامل ازاي. ده الكفر بتاعه اللي هو التوريتوس، ودوت الكورن فليكس المجروش مع الفيجيتار. شايفين ما شاء الله اللهم بارك الشكل عامل ازاي من قبل كمان ما يتحمر. دلوقتي انا هحطه، الخطوه اللي بعد كده ان انا هحطه في التلاجة على الاقل كده ايه نص ساعه، وبعد كده هبدا اقلب في الزيت بتاعي. ريحه بقى في التلاجة كده ايه ربع ساعه ونرجع تاني. وبعد يا حبايب قلبي ما طلعت من التلاجة بالشكل ده، جبت مقلايه وحطيتها على النار، حطيت فيها زيت غزير. انا عايزه درجه الحراره بتاعتي احط ايدي كده احس ان الصهد بتاعها طالع على ايدي، فكده يبقى هو درجه الحراره بتاعتي مظبوطه. هبدا انزل الصوابع بتاعتي واحده واحده بسم الله بالشكل ده. بسم الله. وده اللي هو كان بالتوريتوس. ودي يا حبايب قلبي وصفتي لكم النهارده بعد ما خلصناها مع بعض. طلعت بالجمال والحلاوه دي والريحه طالعه بقى مش عايزه اقول لكم. الله يكون في عون جيراني من الروايح اللي بتطلع من مطبخي. فشايفين الجمال، شايفين الحلاوه وقد ايه هي سبايسي. ودلوقتي بقى نفتحها مع بعض كده ونشوف شكلها عامل ايه من جوه. بسم الله. شايفين يا حبايب قلبي، شايفين الشكل بتاعها عامل ايه، شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، الجبنه سايحه فيها ازاي، والكفر بتاعها ما شاء الله ماسك ازاي. شايفين جمالها والريحه بتاعتها طالعه رهيبه. فيا رب الطريقه بتاعتي النهارده تنال اعجابكم، وطبعا ما تنسوش تدعموني باللايك والشير. والسلام عليكم.